في 7 حاجات لو لقيتيها في جوزك اعرفي انه مش بيحبك ومش عايز كمان يكمل معاكي. علماء علم النفس خلصوا الموضوع ده في 7 حاجات لو موجودة في الزوج ريحي دماغك. لو عايزة بقى تعيشي كده يبقى عيشي. أول حاجة، الزوج اللي أول ما بيدخل يقعد يزعق على الفاضي وعلى المليان، وانك انتي اصلا ما بتعمليش حاجة، بس يحس كده وهو بيدخله انه مش طايق البيت باللي فيه على طول بصفة مستمرة، مش مرة 2 مثلا، لا. لو بيعمل كده على طول وبصفة مستمرة اعرفي انه مش طايقك ولا طايق البيت. تاني حاجة، البخل، ما بيصرفش خالص عليكي. البخل مش معناه انه يجيب لك ارقى حاجة واحسن حاجة، لا. البخل اللي هو يسعدك بأقل حاجة ممكن يجيبها لك، حتى يعني لأن في ناس بتقيس البخل بقيمة الحاجة اللي جابها، لا، هي مش بكده خالص، هي بالتصرفات بتاعته. لما عارف ان الحاجة دي هتسعدك هيجيبها لك على حدود دخله. تالت حاجة، عدم الاحترام. الرجالة الغاوية تشتم وتمد ايديها على الستات، ومفيش واحدة تيجي تقولي اصل معلش، اصل هو كان مضغوط في الشغل، اصل معلش، اصل هو ما معهوش فلوس، اصل معلش، اصل هو كان متعصب. لا يا ماما، مفيش الكلام ده. اولا اللي هيمد ايده وهيشتم مرة هيبقى دي على فكرة دي طبع فيه وهيستمر على كده. عايزة بقى تستمر انت على كده من غير كرامة، طبعا براحتك، بس دي نمرة 3 من فشل الزواج. تمام؟ طيب، 4، عدم الاهتمام، بيبقاش مهتم بيكي نهائي،